نشوفوا ما الذي فعله مع أهل جرمة. سيقول ابن عبد الحكم في صفحة 51-52: ثم سألهم عقبة أهل ودان: هل من ورائكم أحد؟ فقيل له: جرمة، وهي مدينة فزان العظمى، فسار إليها 8 ليال من ودان، فلما دنا منها، أي لما اقترب منها، أرسل فدعاهم إلى الإسلام فأجابوا. لاحظ، شوف السهولة، فدعاهم إلى الإسلام فأجابوا. ممكن أنتم تشوفوا الحقيقة نتاع هذه الرواية، كيف أن تذهب إلى منطقة وتدعو أهلها إلى الإسلام فيجيبك للإسلام بهذه السهولة. أنا السؤال اللي تنطرحه: كيف كان يرى أهل ودان عقبة بن نافع الفهري؟ كيف كانوا يرونه؟ كانوا يرونه كما رأوا قبل ذلك، كما رأوا قبل ذلك الرومان، كانوا يرون فيه محتلا جديدا، فكيف سيقبلون دينا جديدا ويدعنوا لعقبة بن نافع الفهري في أول لقاء؟ إذن هنا بالمنطق ينبغي أن فنزل منها على 6 أميال، وخرج ملكهم يريد عقبة، وأرسل عقبة خيلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه. دابا هو الملك جاي، هو الموكب نتاع ودان، أرسل عقبة خيلا فحالت بين الملك وبين موكبه، يعني عزلوه ودخل بقى بوحده. فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة. تصور دابا هذا راه ملك نتاع مدينة، أن تحيله عن قومه ثم أن تمشيه راجلا، يعني أنك ضربت كبرياءه أمام قومه. حتى أتى عقبة وقد لغب وكان ناعما، كان رطب بالدارجة، فجعل يبصق الدم فقال له هذا الملك ودان، فقال لعقبة، فقال له: لما فعلت هذا بي وقد أتيتك طائعا؟ فقال عقبة: أدبا لك إذا ذكرته لم تحارب العرب. وفرض عليه 300 عبد و60 عبدا. 360 عبد، هذيك 360 عبد وهذيك 360، يعني فين ما مشى هو دخل تيفرض 360 عبد. وهذا راه الاسلام، هذا راه الاسلام. ايوا كيفاش انت دابا راه خصك تدخل نعم سيدي الودان وتبني نعم سيدي المساجد ياك، وتبت نعم سيدي الفقهاء والعلماء والدعاة باش يعلموا الناس، وهذا 360 صاحبي، دخلتي 360. اذا الله يرضي عليكم حاولوا التاريخ ديالنا نبداو نقراو على ضوء الروايات وعلى ضوء ما كان يحدث فعلا، ماشي على ضوء ما يكتب لنا في المقررات وما نسمعه من الشيوخ اللي كاينين الان في المشرق. تيجي وتيحط واحد اللحيه قد هكا، وفاش تتبان لك انت ديك اللحيه وتيبان لك التقوى وداك الشيء تثق فيه فيمرر لك الخطاب الذي يريده هو، وانت تؤمن بذلك الخطاب ولا تشك فيه لثقتك في ذاك الداعيه. هادشي هو اللي تيحدث، هادشي اللي تيحدث، وتتبقى تقول قال الداعيه حفظه الله ياك. فاش تجي عندي انا تبدا تتسب فيا، تقول لعنه الله عليك، كيف ما قال هذاك خونا قبيله. الا تبعتيني مزيان وفهمتي وحضرتي عقلك خي عبيد، سميتو عبيد هذاك خونا، راك غادي تحاول تخرج من ديك منطقه الراحه وتفهم الامور، لان الهدف حنا راه ماشي هو اننا تنضربوا الاسلام، لا بالعكس، نحن ننتصر للاسلام، ولكن تنقول ان اولئك الذين قاموا بتلك الافعال لم يكونوا يمثلون الاسلام، كانوا بعيدين كل البعد عن الاسلام.